حياكم الله ومساكم الله بالخير والرحمة. من بدأ هذا البرنامج ولحد الآن أحكي وأنتقد بالشغلات اللي دمرت المجتمع بالتواصل الاجتماعي، مثل الانحلال الأخلاقي والأفكار اللي طبت علينا مدري منين ما منين. وأنا من نحكي هيك مو معناها رسلان حداد معصوم ما عنده أخطاء، لا، بشر حال من حالكم وعندنا أخطاء وكل ابن آدم خطاء، بس أكو أشياء ما ينسكت عليها ضيم التيك توك والبثوث وضيم منظمات المجتمع المدني وش جاي تفلش من تقاليد وأعراف، وفوقها ضيم السياسيين وش وصلوا البلد. مو المهم، هواي شغلات تغيرت للأسوأ، هواي شغلات تغيرت للأفضل. وأنا من وجهة نظري أكو تغيير اجتماعي وديني مر بالعراق، سوى نقلة عجيبة بالمجتمع ونقلة من شيء لشيء ثاني. وهذا التغيير ما اجى هيك صدفة، لا، قاد شخص بفترة كلش بسيطة. وبما أنه مرت علينا هذا الأسبوع مناسبة توجع بتاريخ العراق، فلازم نذكر هاي المناسبة ونحكي بيه، اللي هي ذكرى استشهاد المرجع العظيم الشهيد السيد محمد صادق الصدر، قدس الله نفسه الزكية والرحمة على روح نجليه الطاهرين. الصداقة مع من لا يستحق أو بدون مبرر شرعي مرضي لله سبحانه، أو التعلم عند من لا يستحق. أصعب فترة مرت بتاريخ العراق هي فترة التسعينات، جوع، قتل، حروب، وشعب منهار، والمستوى الديني عنده هواي ناس طبعا مو أغلبهم كان مو بالمستوى المطلوب، وكان أكو انحلال اجتماعي نوعا حتى يدورون. المهم تعرفون ظهور السيد محمد الصدر سوى نقلة نوعية عند الشباب، وكانت الكاريزما مالته وشخصيته البسيطة قدرت تسوي شغلتين، هي بناء مجتمع ما بيه تفاهة وانحلال ومجتمع ملتزم، والشغلة الثانية هي تهديد الأشرس نظام وسلطة مرت بتاريخ العراق، اللي هي سلطة المقبور صدام حسين. صدام ايش سوى؟ قتل هذا السيد العظيم وقتل ولده من حالات بروحهم شيتوا عليه، يحبون ابوهم، هو العالم الماش اطفال تحب ابوهم، فكيف هم عايشين ويعرفون شنو طيبته وشنو من انسان. شوفوا التاريخ لحد الان يذكر السيد الشهيد، وناس اطفال وكبار ونساء تبكي وتزوره، حاله حال الائمه، تروح له بحرقه لان قدم كل ما يملك لله وللدين وللمذهب وللعقيده. وين صدام هسه؟ بمزبلة التاريخ. وهذا نشوف السيد القبة مالته، ونشوف محبينه الكثر، ونشوف كل ثائر وكل حقيقي، والحشد الشعبي وكل المقاومة وكل عراقي غيور هو كانت من بذرة السيد محمد الصدر رضوان الله عليه. هذا اللي نقول عليه وما كان لله ينمو، هذا اللي ينمو لله، لأن كان قدم نفسه وولده وكلامه، وبالكوفة يسولف مو خارج العراق يسولف وقاعد، لا، قاعد هنا بنص العراق ويسولف كلمة حق عند سلطان جائر، وهاي تعادل عبادة الثقلين وتعادل أشياء عظيمة. باختصار، شفت التاريخ ذكره وخلده، وقلنا لكم تفه وطيح حظ اللي قتل السيد الشهيد. وهنا نريد نشوف السيد الشهيد ايش راد من المجتمع. بكل بساطة ما راد من المجتمع يوصل لهاي الدرجة. ربتني بجلايا وهديت حيل البيوة، كون الله يرجعنا كم يوم لسنة 1999 وتسمعون ايش راد السيد منكم. ترى ما راد شيء غير يصير براسكم خير، وما ترخصون نفسكم لشيء اسمه مشاهدات ولايكات، وتنسون كرامتكم وتنسون أخلاقكم ودينكم. السيد راد من الفرد العراقي يصير شخصية تبني مجتمع، مو تهدمه بسوالف ما لها داعي تذكروها بحجة النقد وأنتم بالأساس بقصد، أو حتى إذا بدون قصد هاي جاي تترسخ بعقول الناس. والله شو الشغلة صارت علني. أنتم ملاحظين بالفترة الأخيرة يطلع لنا كم محامي يسولف علينا شغلات، وتو ماربين وينتقدهم ومسوي نفسه ضايج على المجتمع. أساتذتنا المحاميين
حبايب روحي وقلبي، انتم اخواننا واخوتنا المحاميات، شكو سالمين شوي، خففوا علينا الواتر وظهور اعلامي وبطلوا تنقلون شغلات تدمر المجتمع. وايضا رساله الى السيده احلام اللامي نقيبه او نقيب المحاميين، ما يصير هذا الشيء، لازم اكو ضوابط. ما يصير بكل لقاء وتطلع محاميه وتسولف والله ام زوجته، ما يصير حكي، ما ينحكي حتى ما يسولف. هسه اذا 1% ليش تعمموا على المجتمع؟ وحتى اللي ما نفكر به يفكر به. ليش هذا الترسيخ لهاي المفاهيم وهاي العادات وتقاليد دخيله؟ لو يطلع محامي يريد حسابه يصعد بالفيسبوك يسولف قصص ومواضيع يعني ما انزل الله بها من سلطان، كله حكي زين المحارم وتفاصيل. احنا مجتمع محافظ، هاي يصير الزياره الاربعينيه ملايين تروح. احنا احسن مجتمع اذا تجون اكو اشياء دخيله واشياء سلبيه، بس مو بالاشياء اللي جاي يهولها الاعلام وهاي الناس اللي جاي تطلع تسولف اشياء مو حقيقيه. احنا شعب محافظ رغم كل الاشياء اللي جاي تصير، رغم الاشياء اللي نشوفها بالتيك توك، ورغم الاشياء بمواقع التواصل الاجتماعي، ورغم الاشياء اللي تطلع بالبرامج مال خط احمر وخط اصفر وغيرها، بس احنا كمجتمع من افضل المجتمعات اذا مو افضلها. المهم راح اسولف لكم سالفه. مره شفت بوست ناشره صديقي محامي بقصه كلش ما تنحكي، يعني ما اقدر احكيها. خبرته قلت له شنو شكو منشورك مسحه، ترى عيب انت بالعشيره وانت محترم انا اعرفك هيك. قال كفيلك الله ما له اي صحه، تبي تيجي منشور حتى بالكيت يصعد حسابي ونعرف لين شغل بالمحاكم ماكو صاير علينا الكليات الاهليه سوتها علينا. قلت له جاب الكليات الاهليه ايش عليها؟ هسه جاي تكحلي عميتها؟ فهذا الموضوع همينه يأثر خاصة بالنسبة هسه لموضوع تبادل الزوجات. يعني تبادل الزوجات هذا موضوع جدا خطر، بغض النظر عن ممكن حدود معلوماتك. يعني أنا جتني حالة من الحالات اللي هي ست انه اريد اتطلق. ليش؟ طلب من عندي هذا الموضوع، موضوع تبادل زوجات، وقلت له عن طريق شنو اجاك؟ والله عن طريق تواصل اجتماعي. شفنا هذه المقاطع متفرقه محامين ومحاميات، يعني ما يصير. هاي السوالف زحمه. هسه ايش لازم لكم عاشتيتكم؟ لا مو عاشتيتكم، لان هذا الشيء جاي يجيب بس مشاهدات وينتشر بشكل سلبي. بيكم خير صلحوا المجتمع وحاولوا تغيرون بيه. اشرف لكم من الطشه. واذا ما تعرفون تسوون تغيير بحياه الناس روحوا باليوتيوب اكتبوا خطب السيد محمد الصدر وتعلموا هذا الشيء. لو هذا الشيء يقطع رزقكم لان ما تخدمكم المجتمع يهتم تقاليده واعرافه ودينه. المهم خليني اقول لكم شغله. الشغله انتم كمحامين وباحثين وغيرها، انتم مثلا تصلحون ذات البين، انتم مثلا تسترون العالم. انت مثلا ما تفكر تجيك دعوه طلاق تفرح بيها وتريد يطلقون، ترى وراها ماساه اطفال وغيرها ووضعيه، ويجوز تتندم المراه او المراه تشوف وش ذهبت من اللي جاي، ما تدري بيتم اشتريتها بالاقساط، تقول شوف هاي تطلع هاي الموظفه هاي تطلع هاي. مو هيك الموضوع. تقولي لها رجليش صبر عليه، جوز عنده ضغوط. ترى هذا دور المحامي. المحامي يعني حاله حال القاضي، حاله حال، يعني من اسمى يعني اسمى المهن هي المحاماه. انت تدافع عن مظلوم. المحامي هو يعني انا اشوفه يعني هسه حتى رؤساء العالم اغلبهم دارسين قانون. يعني القانون شيء مو عادي. فهمتوني شلون؟ فخلوكم تهتمون بنفسكم، اهتموا بدفاعكم عن المظلوم، اهتموا باصلاح اللي تريد تطلق من زوجها، انت تجي تقول له ما تلقى مثلها، تجين لها قرب وجهات النظر. هذا دور المحامي. مو بعد شنو راد من عندنا السيد الشهيد؟ انا اقول لكم ايش راد كلمه من يمنا، ولو قايلها كل الناس مثل ما قالوها الزلم الزينه كان هسه احنا بخير، وكان ما فقدنا خيره قاده العراق. انا اقول لكم السيد ايش راد. إن أمريكا وإن زعمت تحكيم سيطرتها على كل العالم حتى أصبح العالم تجاهها كالقرية الصغيرة كما يعبرون، إلا أنها، لاحظوا، إلا أنها لن تستطيع إزالة إيمان المؤمنين وقوة الشجعان المجاهدين، فإنها إن استطاعت السيطرة على أجسادنا فإنها لن تستطيع السيطرة على عقولنا وقلوبنا ونفوسنا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. كلا كلا أمريكا.
باختصار رادنا نقول كلا كلا أمريكا، وهذا الشعار المفروض يقوله السني والشيعي والعلماني والشيوعي والمسيحي وكل الطوائف والقوميات. ولو كل الناس قايلتها كان ما وضعنا صار هيك، كان ما صارت طائفية وذبح على الهوية، كانوا الأمريكان يدعمون القاعدة وغيرهم، كان ما طبوا لنا داعش. We also have a history of kind of moving in and out of Pakistan. I mean, let's remember here, the people we are fighting today, we funded 20 years ago. And we did it because we were locked in this struggle with the Soviet Union. They invaded Afghanistan, and we did not want to see them control Central Asia. And we went to work. And it was President Reagan, in partnership with the Congress, led by Democrats, who said, you know what, sounds like a pretty good idea. Let's deal with the ISI and the Pakistani military, and let's go recruit these mujahideen, and let's get some to come from Saudi Arabia and other places. كان ما خسرنا أبو مهدي المهندس، وما خسرنا مهدي الكناني، وما خسرنا أبو باقر الساعدي وأبو تقوى، وكان ما خسرنا علي رشم وأبو صديقة، وما خسرنا ولي الثجيل، وكان ما طبوا القاعدة الكنيسة سيدة النجاة، وما انذبح أبو بكر السامرائي. كل هذا الشيء ما صار لو كلها قالت كلا كلا أمريكا اللي طلقها الشهيد الصدر رضوان الله عليه. بعد يا كلمة رادنا السيد نطبقها ونقولها ونعتقد بيها. همين أقلكم راد من يمنا نقول بكل اعتقاد وإيمان نقول هذا الشيء. كلا كلا إسرائيل، كلا كلا إسرائيل. لو قايليها كلا كلا إسرائيل كان ولا عراقي حلقة ما شايف معجون الأسنان يفك حلقة ويقول خلنا نطبع حتى نصير مثل الخليج. بعد عندنا وقت نقول كلا كلا إسرائيل، لأن الجاي يصير يا سيدنا يوجع القلب بوقت ما الأطفال تتذبح والبيوت تتهدم. أكو كم واحد مثل فايق دعبول وحناطة وغيرهم يطبلون للتطبيع ويروجون إلى من كل قلبهم. ذول شنو دواهم؟ اللي يحب يقترح دواء إلهم يشترك بالقناة ويعلق، وإلى مطلق الحرية. وأختم هذا البارت برسالة وأروح لغير مواضيع. شكرا للسيد محمد الصدر على دمك اللي انطيته لهذا الشعب ودم ولدك. شكرا لتضحياتك حتى تخلي الناس متمسكة بأعرافها وتقاليدها ودينها. شكرا لدمك اللي فضح ابن العوجة وإجرامه، وبقيت أنت خالد وهو العالم بذكرى إعدامه مش شمت بيه وتضحك عليه، وانت بذكرك واستشهادك الناس تبكي عليك وموجوعين لين يردونك بمثل هيك وقت وهاي الفترة اللي جاي نمر بيها. أما ناسنا والسياسيين وأي واحد عنده قابلية للتغيير بشرفكم تعلموا من السيد الشهيد شلون خدم الناس، وانتم بكيفكم بعد. مرة ثانية مساكم الله بالخير والرحمة. شنو صار؟ شكو ماكو بعد. باختصار ديوان الوقف السني رافع دعوة على النائب علي تركي. ليش؟ شو مسوي؟ ايش حاكي؟ الله العالم. فإننا في ديوان الوقف السني والمجمع الفقهي العراقي والمؤسسات الشرعية في العراق جميعا نستنكر تصرف هذا النائب وتصريحاته المسيئة، ونطالب المرجعيات الدينية في العراق بموقف واضح وصريح تجاه هذا الفعل، وندعو الحكومة التنفيذية والسلطة القضائية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه. شكو يا معودين صاير شيء هم فهموني ليش هيك الأخوة بالوقف السني ضايجين؟ علي تركي ساب منو؟ احنا اليوم لدينا نصوص قرآنية تتحدث عن يوم الغدير. زين. موضوع أن يكون الوقف السني بناء على التصريحات. اليوم الوقف السني شنو التصريحات اللي ممكن أثارته؟ ليش ما يروح يشوف التصريحات؟ ليش ما يشوف الفضائح في داخل البيت السني؟ ليش ما يشوف في داخل الوقف السني؟ ليش ما يشوف الفساد اللي موجود في داخل
الوقف السني ابتداء من سعد كنبش الله يتم عليه إن شاء الله، يعني ذهب إلى ربه، والكاميرات التي كانت توضع في صحيات النساء في داخل الوقف السني وغيرها. يابا واحد يلعن قتلة أهل البيت بيها شيء؟ بس ممكن ترفعون دعوة ضد عمر الجمال وغيره من اللي يسبون أهل البيت؟ لو ما يصير حرام وانتم كيفكم بعد تردون ترفعون دعوة؟ لا، لأن معاوية أحسن من أبو الحسن علي، مو؟ هسه أنا شو علي بهاي السالفة؟ خلينا نروح لغير موضوع، لأن أريد أكمل التصوير، لأن أريد أقرأ زيارة عاشوراء خوش بيها وجبة مال اللعن. وعلى طار الناس المعترضة على لعن الشمر ويزيد ومعاوية، أحب أعزيكم وأقدم لكم أحر التعازي، لأن عندكم مصاب جلل اللي هو وفاة جوج ودعارة. الله يصبركم ويجبر مصابكم على هذا الضيم. وخلنا نروح لشيء فني ممتع صار بالعراق هذا الأسبوع. طبعا مو عبالكم مهرجان الهلال الذهبي، لا، اكو شيء فني مهم اللي هو مشروع نصب تمثال للشاعر الكبير المرحوم كاظم اسماعيل قاطع. ونقيب الفنانين جبار جودي رحب بالفكرة، وهذا اللي نقله لنا مجتبى معا. خلونا نشوف المنشور. في لقاء مع نقيب الفنانين جبار جودي صدمت بألفاظه، قال حرفيا انتم جاي تقلون بيض بالترتيبات. المهم، قبل قليل خرجت من نقابة الفنانين التي أدخلها للمرة الأولى بغية لقاء نقيب الفنانين العراقيين جبار جودي للمرة الأولى، فعرضت عليه باحترام كبير مشروعي الذي أسعى إليه منذ زمن، وهو إنشاء نصب تمثال للشاعر العراقي الكبير كاظم اسماعيل قاطع تكريما له. وعرجت على تكريم أبناء بابل للشاعر الكبير موفق محمد، وتكريم أبناء الناصرية للشاعر الكبير عريان السيد خلف. تخيلوا أن نقيب الفنانين رد علي نصا، انتوا جاي تقلون بيض بالضي، بعد موجودة واضحة، هي مال تماثيل. وبعد أن ذكرت له كلفة الإنشاء قال لي نصا هذا تمثال عضروطي. السيد نقيب الفنانين المحترم الكبير جبار جودي، أنا شخصيا أحبك واحترمك وأعرف جهودك وش سويت للنقابة والفن العراقي، بس هذا الشيء حسب كلام الأخ مجتبى صحيح؟ إذا الموضوع صدق فهاي السالفة وهذا الأسلوب مو صحيح، لا يليق بيك أولا، ولا يليق بالضيف اللي إجاك، ولا يليق بقامة ثقافية عراقية عظيمة مثل كاظم القاطع. كاظم القاطع يستحق تمثال بقلوبنا قبل ما بشوارعنا. كاظم القاطع اللي قدمه العراق مو شوية. أنا أعتقد خانك التعبير وما عرفت تعبر عن مشاعرك، فحق الرد مكفول. إذا هذا البوست وهذا المنشور حقيقي فهاي كارثة. خلينا نروح للهلال السياسي. علي حاتم رزل من قصف من، خلينا نشوف بالله. كل مشاكلنا الداخلية ومشاكل الإطار أو بغداد مع الكرد أو السنة سببها واحد، هلش مثل هذا لو يقعد راحة والله يريحنا ورؤوسنا ترتاح. كذوب، لعوب، مصلحتي، انبطاحي، ذليل، تافه، سخيف، هاي كلهم بي والله قليلات. ما يعني ما جاي يجمعهن، ما جاي يعرف يعني اكو مصطلحات عيب تنقال. هو نفس اللي عيب تنقال، بالبدايه عيب تنقال، تاجر بالتظاهرات يعني لو غيره لعب خلقه. تسمع، وهذا يمكن اعتقد اخر واحد يفكر يطب بنصنا. خل اقول لك سالفه، عوفوا هاي السوالف وتقصف خميس الخنجر ومن هاي البطيخات ومسوي روحك محترق قلبك على اخوتنا السنه. ترى انت ويا نفس الشيء كفيلك الله. انتم الطبقه السياسيه اللي دمرتوا اخوتنا السنه ودمرتوا جمهوركم. انت والحلبوسي والخنجر وغيركم من السياسيين الشيعه ايضا لا تتاجرون بالسنه والشيعه، ووحدوا خطابكم وخلي جمهوركم يعيش بسلام. وقبل ما اروح لغير موضوع اقول الرحمه والخلود لشهدائنا من الجيش العراقي اللي استشهدوا بتعرض ارهابي بين صلاح الدين ودياله، والشفاء للجرحى. نعت وزارة الدفاع ضابطا وعددا من منتسبي الجيش العراقي في تعرض إرهابي لفلول داعش الإرهابي بين محافظتي ديالى وصلاح الدين.
وقالت الدفاع في بيان إنها تنعى فقيدها الشهيد العقيد الركن خالد ناجي وساك آمر الفوج الثاني لواء المشاة 93 فرقة المشاة 21، والذي استشهد مع عدد من مقاتلي الفوج أثناء تصديهم لتعرض إرهابي ضمن قاطع المسؤولية. والله يكفينا شر الإرهاب وشر كل واحد ما يرد بزرة ويسيء للقوات الأمنية. ومبروك لقواتنا بالحشد الشعبي، لأن مجلس الوزراء صوت على مشروع قانون الخدمة والتقاعد لأبطال هيئة الحشد الشعبي. ومبروك أيضا لأبطال الأمن الوطني أيضا إقرار قانونهم من قبل مجلس الوزراء. مبروك لكل قواتنا الأمنية. وأيضا قبل ما أختم عندي مناشدة من متظاهرين الكرخ الثالثة، وصلتنا مناشدة وراح نعرض لكم الفيديو وتشوفون الفيديو. وقبل ما تشوفون الفيديو أقول لكم نشوفكم بحلقة جديدة وفي امان الله. السلام عليكم. احنا خريجين منظومين طلعت اسامينا على عقود التربيه الكرخ الثالثه، ووراها صار تلاعب بهم، راحت اسامينا طالعين مظاهرات امام التربيه وطالبوا بخطوتنا انه ترجع اسامينا ضمن عقود التربيه الكرخ الثالثه. انا بضغط عن طريق الرابط من بدء الوزاره، بس احتياط، ما تفيد الله. ليش لو كانت لي بقاله ما نفتح احتياط؟ انا لو كانت لي الاحتياط مو قلت ثاني، انا جاي واقفه على الرصيف وجاي المناطق بعيده اصلا ما ندرها ليش؟ طلعت التعيينات تسوي اسمك بلون اصفر لازم تسوي 40 ورقه 50 ورقه، يقول انا ما عندي 50 ورقه، انا واجد حياتي اللي ابى طول عمري انا قاعده بالشارع هنا اروح اظاهر هنا وهنا. نحن شريحة عقود تربية الكرخ الثالثة تفاجئنا بظهور الأسماء. أول كانت الأسماء ظاهرة صورة عامة لكل مقبولين، ماكو أي نظام، لا احتياط ولا باللون الأصفر ولا برتقالي ولا أبيض. ورا ساعات من نزولها غير الرابط وتحولت الأمور إلى باللون الأصفر وباللون الأبيض. فاجئنا احنا باللون الأبيض صعدنا احتياط، مع ذلك في تفاوت بالدرجات. هم مو يقولون التعيين يكون على المفاضله وعلى النقاط، يصير اللي عنده 30 نقطه احتياط واللي عنده 15 او 10 صاعد